تحقيقات النيابة العامة في واقعة الطفل ياسين المعتدى عليه داخل مدرسة بمحافظة البحيرة. الطبيب الشرعي أمام النيابة العامة في واقعة الطفل ياسين لم تثبت إدانة المتهم ولم تثبت براءته. يعني الطبيب الشرعي في إجابته على أسئلة النيابة العامة لم يثبت ولا براءة ولا إدانة. على سبيل المثال زي ما هو واضح في التحقيقات، بيسألوا الطبيب الشرعي اللي أسفر عنه الكشف الطبي على الطفل، قال إن الطفل في اتساع لفتحة الشرج في وضع السجود ولكن لا يوجد أي آثار إصابية. بيسألوه تاني هل يمكن الجزم بحدوث علاج؟ قال لا يمكن الجزم اليقيني بذلك. معنى كده إن القضية لسه في النيابة العامة قيد التحقيق والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فنبطل فتي ونستنى النيابة العامة تخلص شغلها ونشوف محكمة الجنايات هتقول إيه، إنصافا للحق وحفاظا على حقوق الطرفين سواء كان المجني عليه أو المتهم. التحقيقات دي نشرها الأستاذ سامح عبد الراضي على موقع تليجراف. تحياتي.